إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، لقد رسم الله تعالى لهذه الأمة منهجا قويما وصراطا مستقيما، وأمرها بلزومه والسير عليه والاجتماع الأمة جميعا على هذا المنهج القويم، فإنه وحي إلهي ومنهج رباني. فإذا حصل أي خلاف بين الأمة رجعوا إلى هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، فتبين الحق من الباطل وتبين الهدى من الضلال، فعادت الأمة لتلتئم وتجتمع على الحق وتكمل مسيرتها على هذا الطريق. قال المولى جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لماذا علينا أن نجتمع؟ لأن الأوامر إلهية ليست من أحد من البشر، حتى لا يختلف الناس وحتى لا يظلم بعضهم بعضا. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن الطاعة لله الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلما لا يطاع إذن؟ إذا كانت أوامر الله كلها عدل وكلها خير، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أما الفاحشة والمنكر فينهى الله عنها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا كان الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هو الظلم والعدوان، فلم تختلف الأمة إذن؟ ولم لا تريد أن تجتمع على هذا الهدي الإلهي؟ ما معنى من يرفض حكم الله وشرع الله ومنهج الله؟ معناه أنه يريد الفحشاء والمنكر والبغي، ولكن قد يقع ظلم من المسلمين ومن يدعي الحكم بشريعة الله. نعم، قد يقع هذا بسبب أهواء الناس وبسبب نزعات الشر في نفوس بعض الضعفاء، لكن هؤلاء يقومون بالحق، يقومون بكتاب الله، ولا يقاوم الخطأ بالخطأ ولا الظلم بالظلم ولا الجاهلية بالجاهلية. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن الله لا يأمر وإن رسوله لا يأمر إلا بالحق المبين والخير للأمة وللناس أجمعين. ولكنه لما جاء إلى من يقوم بحكم الناس بالكتاب والسنة وهدايتهم من الأمراء والعلماء، لم يجعل لهم طاعة مستقلة، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لم يجعل لهم طاعة مستقلة، بينما جعل طاعة الله وجعل طاعة رسوله مستقلة. قالوا أطيعوا الرسول. لماذا؟ لأن الرسول يبلغ عن الله ومعصوم من الخطأ. فلهذا قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهو يطيع الله في أمره ونهيه، لأن الأنبياء ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ والزلل، فلا خوف.
أما أولو الأمر من الحكام والعلماء فليسوا معصومين، فقد يخطئون وقد يذنبون وقد يظلمون وقد يفسدون، ولهذا لم يجعل لهم طاعة مستقلة، وإنما جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا قال وأولي الأمر منكم، أي أطيعوهم في طاعة الله تعالى. ولما غضب بعض أمراء المسلمين في بعض الغزوات التي أو في بعض الأسفار التي أرسلهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب هذا الأمير على من معه من الجند فأمرهم بإضرام نار وأمرهم أن يدخلوها وأنهم يجب أن يطيعوه، فقالوا كاد بعضهم أن يدخل، ولكن قالوا نحن آمنا برسول الله فرارا من النار فكيف ندخل النار؟ فلما رجعوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه وقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وضعت الخطوط العريضة للأمة، لا طاعة لا لأمير ولا لملك ولا لرئيس جمهورية ولا لتاجر ولا لعمي ولا لأمي ولا لعالم إلا بالمعروف، والمعروف ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعروف. فإذا أمر الإنسان بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا هو المنهج الإسلامي الذي يتميز عن سائر مناهج العالم التي تقوم على الجاهلية وأهواء البشر، ويقعون في تجارب ويظلمون ويفسدون ثم يتراجعون ويحاولون أن يصلحوا. أما منهجنا فهو منهج معصوم، لأنه منضبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الرب جل في علاه عن هذا الكتاب العظيم الذي فيه منهجنا القويم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل، لا يستطيع أحد أن يدخل فيه باطلا لا لفظا ولا معنى، معصوم. هيأ الله تعالى له رجالا على مر العصور والأزمان أن يفهموه فهما صحيحا وأن يبلغوه للناس كما أراد الله تعالى وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمة اليوم وقد تخلت عن هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، تشتتت بها السبل واختلفت بها الأهواء. وما يحدث اليوم في العالم العربي على وجه الخصوص من التفرقة والاختلاف والثورات والاختلاف بين الحكام والمحكومين هو بسبب الظلم والفساد. يجب ألا نشك طرفة عين. لو أن الشعوب تذوقت العدل وعاشت بأمان شريعة الإسلامية لما خرجت على حاكم ولما انتفضت على ظالم. لا يهمنا من يحكمنا مؤقتا أم إلى الأبد، إذا كان يحكم بالعدل والإحسان، إذا كان يعطي كل ذي حق حقه. ماذا تريد الشعوب سوى العدالة، سوى الكرامة، سوى الأمان، سوى الأمانة؟ الأمانة في الحكم، الأمانة في السياسة، الأمانة في تصريف الأموال العامة، الأمانة في أداء الحقوق إلى أهلها. ومع ذلك تأتي بعض الشخصيات من أصحاب العاهات الفكرية والنفوس المريضة لتطالب الأمة بعد انتصارها على ظالميها في مصر وغيرها، تطالبها بأن تبتعد عن الشريعة وأن تخرج النصوص التي تفيد بأن دين الأمة الإسلام، وأن دين الدولة الإسلام، وأن القرآن والسنة هما مصدر التشريع لهذه الأمة. أمة تريد أن تحكم بشرع ربها الذي آمنت به، بسنة نبيها
التي تدين له بالولاء والطاعة من يوم أن بايعته على الإيمان بالله واليوم الآخر، أمة وفية لربها، أمة وفية لرسولها، أمة وفية لشريعتها. إذا لم نفي لمن أرسله الله رحمة للخلق، إذا لم نفي بعهدنا لرسول الله، بعهد من نفي؟ لمن نعطي ولاءنا إذن؟ ما يطالب به ما يسمى بنائب رئيس الوزراء في مصر، هذا الإنسان الجاهلي الجاهل، هو باطل ومنكر. وعلى الشعب المصري المسلم الأبي والجيش المصري المسلم الأبي أن يطرده من هذه الحكومة، وأن لا يسمح لهذه الأصوات النشاز أن تعكر على أمتنا نصرها وفرحتها بهذا النصر العظيم بزوال الظلم وإزاحة الظالمين. هذه الأنظمة التي ربت جنودها على الجاهلية بالولاء لذوات هؤلاء الطغاة، وليس بالولاء لله ورسوله والمؤمنين، ليس بالولاء لكتاب الله. أخذوا عليهم العهد أن ينصروا الزعيم فلانا، أن ينصروا الحزب الحاكم الجاهلي الظالم الذي لم يجلب للأمة إلا الهزائم والخسائر والفضائح والذل والعار. لم يربوه على شريعة الإسلام وعلى مبادئ الوحي الإلهي من صون دماء المسلمين وحماية عرض المسلمين وحفظ أموال الأمة والدفاع عن البلاد والديار، عن ديار الإسلام، عن حياض الدين، عن عقيدة الأمة. أصبح بعض جنودنا يعيشون جاهلية عمياء حالكة الظلمات، فيقتل إن قال له قائده اقتل، ويقال له نفذ ولا تعترض، ومن لم ينفذ يقتل في ساحة المعركة. بماذا أمروا جنودهم على مر عشرات السنين في مصر وتونس والجزائر والعراق وحتى سوريا؟ بماذا أمر هؤلاء الجند؟ لم نرهم إلا أمروا بقصف مدن بلادهم وقتل أبناء شعبهم. ماذا صنع رجال مخابراتهم؟ ماذا صنعت الأفرع الأمنية الكثيرة الضخمة المتضخمة بالفساد؟ هل كانت هذه الأجهزة الأمنية تسهر على أمن المواطن؟ تسهر على حفظ أعراض الحرائر المسلمات؟ كانت تسهر على حماية الحدود والبلاد من الاختراق الصهيوني والشيوع الإلحادي؟ دخلت إسرائيل سيناء فهربوا أمامها، دخلت الجولان فانهزموا أمامها، دمرت لبنان في عام 82 واحتلت بيروت فوقفوا يتفرجون. إذا ما مهمة هذا الأمن وتلك الجيوش ومراكز المخابرات؟ التجسس على أبناء الأمة، حماية لمنصب الرئيس وعرش الزعيم والقيادة الفاسدة. لم نرى في سجوننا أسرى من الصهاينة، من أعداء الأمة، من المحتلين والغزاة. لم نرى إلا أطفالا ونساء وشبابا أحرارا أرادوا الحرية وأرادوا الكرامة فأهينوا. إذن هذه الأجهزة تخدم الصهيونية. يتهم أبناء الأمة بالعمالة للصهيونية ولأمريكا
كلما أرادوا أن يتنفسوا عبير الحرية، كل من قال في بلادنا فساد قيل له يتآمر على الأمة وعلى الدولة وهو عميل أمريكي وصهيوني، فيسام سوء العذاب ويعذب حتى الموت. هذه هي الحقيقة، وهذه سجلاتهم تشهد بهذا الإجرام. المخابرات المصرية إلى فترة قريبة كانت تنسج المؤامرات للإيقاع بين أبناء الشعب المصري والحركات الإسلامية، بين الإخوان والسلفيين، لمصلحة من تنسج مؤامرات لإيقاع القتل والقتال بين أبناء الأمة وأبناء العقيدة الواحدة. تيارات تختلف في بعض الأمور، لكن كلهم تحت سقف الإسلام، وكلهم يجب أن يرجعوا إلى هدي الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما أن نكيد ونتآمر ونشغل الشعوب بالتقاتل تحت راية الإسلام، هم نسجوا ذلك، وهكذا في تونس، وهكذا في العراق، وهكذا في كل بلاد العرب والمسلمين. مهمة المخابرات الدس والنزغ والإغراء بين الشعوب ليقتل بعضها بعضا، وتبقى الدولة تحكم شعبا متفرقا من باب فرق تسد. أما الصهيونية أما الأعداء فلا اهتمام بهذا الأمر، بل هم العملاء. كيف يتهم أحرار أمتنا من شبابنا البواسل بالخيانة والعمالة لأعداء الإسلام، وتبين لاحقا بما لا يدع مجالا للشك، من وثائق ويكيليكس إلى وثائق المخابرات المصرية والتونسية وغيرها، أنهم كانوا يخوفون أمريكا والغرب، يحذرونهم من أن يتخلوا عنهم وأن يقطعوا الدعم عنهم، وإلا فإن من يسمونهم بالمتطرفين قادمون وسيحكمون البلاد بالشريعة. إذن أيتها الأنظمة البالية، أيتها الأنظمة الجاهلية، من هم العملاء حقا؟ من هم المفسدون؟ من هم الكاذبون؟ لقد تحولت سجون العرب إلى أماكن لأحرار الأمة وعظماء الأمة وأبطال الأمة وعلماء الأمة ومثقفي الأمة، وتحولت مراكز الأمن إلى أوكار للتآمر على الشعب، وأيضا إلى أوكار للدعارة وممارسة الرذيلة والفاحشة. ماذا وجدوا في مركز الأمن في مكتب وزير الداخلية المصري حبيب العادلي؟ ليس بحبيب للأمة وحبيب للصهاينة، هو عدو الأمة وليس بعادل، هو ظالم. ماذا وجدوا في مكتبه الأمني؟ هل وجدوا خرائط عن فلسطين يستعد لتحريرها؟ هل وجدوا وثائق تفضح المخابرات الغربية والإسرائيلية والروسية وغيرها داخل البلاد العربية؟ وجدوا ملابس نسائية، وجدوا ملابس للنوم وللنساء. ماذا تصنع النساء في مراكزنا الأمنية يا طغاة البشر، يا حثالة المجتمعات، يا شرار الخلق؟ هذا وزير للأمن يعيش بين أفخاذ النساء في مركزه الأمني. هذا مثال على الفساد في كل العالم العربي. ثم يتهم أحرارنا بأنهم عملاء للصهيونية، يعذبون يؤذون، ثم من أرادوا أن يطلقوه يلزموه أن يوقع على أنه مجرم، وأنه تلقى أموالا من الصهاينة، وأنه عميل لأمريكا، وأنه يشهدونه على نفسه بأكاذيب، بافتراءات، ويطلب منه ألا يتحدث بما جرى له داخل السجون، وإلا سيعاقب.
يداس على كرامتنا وتنتهك أعراضنا وعلينا أن نصفق للطغاة والمجرمين. ثم يبحثون عن أصحاب عمائم النفاق والسوء لتبرر لهم جرائمهم، وتطالب العباد بمزيد من الذل والهوان لهؤلاء الطغاة. إذا ما انتفض شعب يريد الحرية قالوا فتنة. الآن أصبح الوضع فتنة حين أراد الناس الحرية والعدالة. لا يريدون الكرسي ولا يريدون العدالة، يريدون الكرامة، يريدون أطفالهم الذين سجنوا ظلما وعدوانا لأن طالبا أخطأ في المدرسة، قال كلمة ما سمعها ابن مخبر فأخبر أباه فزج بالطفل في السجن. هذه هي العدالة التي يتحدثون عنها، وهذا الذي يجب على الأمة أن تصبر عليه وفق آراء وأفهام هؤلاء مشايخ الزور. الفتنة أن تعتقل الحرائر، جريمة أن تعتقل مسلمة بغير حق، جريمة أن تمنع المحجبات والمنقبات من دخول المدارس والجامعات في عرض الإسلام والمسلمين. هذه هي الفتنة. الفتنة أن يحاسب الشباب المسلم على التزامه، أن يحاسب الشباب المسلم على اقتنائه بعض كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه بلاد العرب والإسلام هي أرض الإسلام، هي أرض عقيدة أهل السنة والجماعة، هي أرض التوحيد. فكيف يعاقب أبناء الأمة على كتب تحمل عقيدتهم ويحال بينهم وبين معرفة توحيد ربهم والتزامهم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا الفتنة، هنا الجريمة. على تلك الأجهزة البالية أن توجه اهتماماتها لمؤامرات الأعداء الصهاينة وغيرهم، أن تتجسس على أعداء الأمة لا على الأحرار والحرائر، أن تمتلئ السجون بالمجرمين والمفسدين وتجار المخدرات وقطاع الطرق. لكن للأسف سجون العرب أصبحت مليئة بالأحرار والأطهار. أما تجار المخدرات وأما اللصوص وأما المجرمون فهم في سدة الحكم. عصابات المافيا هم في سدة الحكم. المتورطون في سرقة أموال الأمة وانتهاك أعراض الأمة هم في سدة الحكم. هذه هي الفتنة يا علماء السوء. لذلك أقول هذه الفتن، نعم هناك فتن بسبب تجهيل شعوبنا من هذه الأنظمة المجرمة الفاسدة. هناك دور اليوم للإصلاح، والإصلاح كما نقول دائما إنما هو بالوحي الإلهي. هذا هو الصلاح والإصلاح، هذا هو الخير، هذا هو الطريق. وعلى علماء الأمة أن ينتفضوا، أن يخرجوا عن صمتهم. إذا بقي العلماء صامتين وهم الذين أخذ الله عز وجل عليهم العهد لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إذا صمتوا فمن يوجه الأمة وشباب الأمة اليوم المنتفض على الظلم والإجرام؟ من يوجههم؟ من يسددهم؟ من يصوبهم في الطريق الصحيح حتى لا يجروا إلى فتنة عمياء وجاهلية ظلماء، حتى لا تعبث أجهزة المخابرات المتمرسة في الدس والنزغ بين المؤمنين، حتى لا تورطهم في مشاكل داخلية وحرب أهلية وطائفية. نحن لا نريد حروب طائفية داخل الأمة. الأمة
التي تحكم بشريعة ربها تحفظ لكل أصحاب دين وطائفة مهما كانوا على باطل أن يمارسوا طقوسهم وأن يؤمنوا بما شاءوا، بشرط ألا يتعدوا على دين الأمة، ألا يتعدوا على عقيدة الأمة، ألا يتعدوا على حرائر الأمة، ألا يتعدوا على نقاب الأمة وحجاب الأمة وسنة الأمة. نحن لا ندعو إلى حرب طائفية ولا مذهبية، لكن معظم الشعوب والحمد لله هم من أهل السنة. علينا أن نترك هذه الأمة أن تحكم بما تؤمن به وأن تعتز بعزة الإسلام، لا أن نقف حائلا بينها وبين عزتها ومجدها. على العلماء ألا يصمتوا، أن ينتفضوا على هذا الصمت، على هذا السكون، وأن يحاوروا الحكام. نحن لا نريد دماء أن تسفك، ولا أعراضا أن تنتهك، ولا أن تتحول بلاد العرب والمسلمين إلى حالة من الفوضى والدماء والرعب كما حصل في العراق وغيره. لكن أيضا لن نقبل الظلم بعد اليوم، ولن يقبل شباب الأمة وأحرار الأمة أن يحنوا رؤوسهم بعد اليوم لغير الله. على العلماء أن يتحركوا، ألا يتحولوا إلى أبواق للظالمين، بل إلى أبواق للحق والعدل والخير. على العلماء أن يصدعوا بالحق الذي علمهم الله إياه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يداهنون سلطانا جائرا، ولا يداهنون أيضا عواما جهلاء، وإنما يحكمون بالحق والعدل. العالم لا يدعو إلى ما يريده لا الحاكم ولا حتى المحكوم. ليس العلماء طلاب دنيا، وليس قوالين لما يريده منهم الجمهور، وإنما لما يريده الله تعالى من هذه الأمة. عليهم أن يفاوضوا هؤلاء الحكام على إزالة الظلم وتطهير السجون من المظلومين وإلغاء كل أشكال الظلم والحرية لهذه الأمة في عقيدتها ودينها. إلى متى تبقى حرائر المسلمين من المحجبات والمنقبات يتعرضن للإذلال والإهانة في الدوائر الحكومية وفي المدارس والثانويات والجامعات؟ لن تقبل الأمة بعد اليوم بهذا الإجرام. على العلماء أن يتحركوا ليوقفوا نزيف الدم والفوضى، وأن يقودوا الأمة في الطريق الصحيح، وأن يوجهوا الحكام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يبدو أن قطار التغيير قد وصل أرض الشام، أرض العاصمة الأموية المباركة. وليس الشعب السوري نشازا عن باقي الشعوب العربية والإسلامية، وقد تعرض لعقود طويلة من أنواع الإذلال والظلم والإجرام ما تعرض، وهم يطالبون بأمر يجتمع عليه عقلاء البشر. يريدون الحرية، يريدون الكرامة، يريدون الشرف،
يريدون أن يمارسوا دينهم بعيدا عن الظلم وطغيان الأجهزة الأمنية. وكنا نظن أن الأجهزة الأمنية قد أخذت درسا مما جرى في تونس ومصر وغيرها من البلاد، بأن تعلم أنه لا يمكن في هذا العصر، عصر الفضائيات والإعلام المفتوح واتفاق الأرض مسلمهم وكافرهم على أنه لا يجوز أن يستبيح زعيم أو نظام أو جهاز أمني العباد والبلاد بلا قيد أو شرط وبلا حساب. قتل الناس نعم قبل 3 عقود في حماة، دمرت أحياء بأكملها بعشرات الألوف على أهلها، لكن الاتحاد السوفيتي الملحد المجرم كان يحمي تلك الأجهزة الأمنية في ذلك الزمان، ولم يكن هناك إعلام فضائي. أما اليوم الوضع تغير والأجيال تغيرت والنفوس تغيرت، فليس من المعقول ألا تزال بعض أجهزتنا الأمنية تفكر بعقل مغولي تتري. أي نظام يستبيح قتل شعبه بغير حق يفقد شرعيته. لا شرعية لأي نظام أو جهاز أمني يستبيح دماء الناس. اعتقل أطفال، خرج الناس مسالمين يريدون الحرية وإطلاق الحريات العامة وأن يخرج الأطفال من السجن، فوجهوا بالرشاشات وسقط عشرات الشهداء إن شاء الله تعالى. ما هذا أيتها الأجهزة الأمنية؟ ما الذي يجري في سوريا إذن؟ ولا يزال الإعلام السوري يفكر أيضا ضمن عقلية القرون الوسطى، فإذا به يحيك فيلما يعني هنديا ولا ما أعرف ماذا نسميه عن أن عصابة مسلحة هي التي دخلت المنطقة. عصابة مسلحة في بلد فيه أجهزة أمنية متعددة. ومن صاحب هذه العصابة ومن أين جاء ومن أين دخل ومن وراءه؟ أكلما طالب أحرارنا بالحرية اتهموا بالعمالة وبأنهم عصابات؟ إن كان الذي أطلق النار على شعبنا المظلوم في درعا هم عصابات، فهي عصابات النظام. الصور توثق من الذي كان يطلق النار على الناس، الأجهزة الأمنية. أهي عصابات؟ إذن على النظام أن يحاسب هذه العصابات ومن يقوم عليها ومن يستبيح دماء الأحرار. وإذا ببعض شيوخ السلطة يخرج علينا في التلفزيون الرسمي ليحيك لنا أيضا قصص ألف ليلة وليلة عن هؤلاء الأحرار، ويبدأ بطرح الشبهات: من يقف وراءهم من الخارج ومن يقف خلف الأقنعة وما هي الأموال التي دفعت. يا شيخ السلطة، ألا تعرف أن شعبنا مظلوم؟ ألا تعلم أن نساء اعتقلن في السجون بسبب كلمة؟ أترضى يا شيخ السلطة على حرائر الأمة أن يسقن إلى السجون كالمجرمات؟ أما تعلم يا شيخ السلطة قبل أشهر قام وزير الداخلية وزير التربية السوري الذي بلا تربية ولا أخلاق بمنع المنقبات السوريات الحرائر المسلمات من دخول الجامعات والمدارس. تعلم هذا أم لا تعلم؟ ألا تعلم أن هذا يستفز أحفاد ابن الوليد وأحفاد عمرو بن العاص
وأحفاد بني أمية في أرض بني أمية. أما تعلم أن هذه الشام هي شام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله تعالى في آخر الزمان لتكون عرض الإسلام والخلافة الراشدة، كما اختارها في أول الأمر لتنطلق الجيوش إلى العالم من عاصمة بني أمية دمشق. لماذا لم تخرج تتحدث عن هذه المظالم في وقتها حتى تكتسب مصداقية عند الناس؟ أما تعلم أن الألوف المؤلفة من الشباب المظلوم يزج به في السجون ويتعرض لأبشع أنواع الظلم والقهر والتعذيب بالكهرباء والجلد والجرح والقتل والقطع؟ تعلم أم لا تعلم؟ إذا كان عليك أن تنطق بكلمة حق. نحن لا ندعو إلى ثورة مسلحة، بل نحذر الشعب السوري من استعمال السلاح حتى لا يباد بهذه الحجة. عليه أن يتعلم من إخوانه دروسا من الانتفاضة المصرية، أن يطالبوا بحقهم بطريقة سلمية، لكن كان عليك أن توجه نصيحة للنظام أن يرفع حالة الطوارئ البالية التي هي من مخلفات القرون الوسطى، التي أصبحت عارا على أي نظام يتبناها، حالة طوارئ منذ عشرات السنين. تفصل المنقبات من أماكن العمل في الدوائر الحكومية لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ هل المنقبات والمحجبات هم عميلات للصهيونية العالمية؟ عميلات لأمريكا وللخارج؟ ما المطلوب من الشعب السوري المظلوم؟ أن يبقى تحت القهر والظلم فيكون شعبا وفيا أبيا؟ فإذا طالب بالحرية يداس عليه ويتهم بالعمالة للخارج وتلقي أموالا من الخارج. الشام التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فظننت أنه مذهوب به، فإذا هو نور ساطع قد عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. الشعب السوري يطالب الرئيس السوري وهو مسؤول أمام الله وأمام الشعب، لا يطالبه برغيف خبز، يطالبه بالكرامة التي ديس عليها منذ عقود، يطالبه بالحرية التي افتقدها هذا الشعب المظلوم. ارفعوا حالة الطوارئ، أخلوا سجناء الرأي والدين والإيمان من السجون فورا. أعطوا الحرية لأهل سوريا ومعظمهم من أهل السنة أن يمارسوا عقيدتهم وإيمانهم بحرية تامة. هذا هو المطلوب، وليس المطلوب خبزا ولا شعيرا، فلسنا حميرا. أمة تطلب الكرامة، تطلب العزة، أن تعود لمآذن الشام وآذن دمشق حريتها لتصلح بكلمة الحق وتأخذ دورها في أمتها وعلى مستوى العالم. دمشق حنيني جذوة تتضرم، وقلبي بإخوان العقيدة مغرم.
خطرت بها يوما أتيه على الورى، وفيها لجند الحق ساح وموسم. سرى بردا رفقا يبوح بسره، وكان بين البوح للسر يكتم. يحدث أزهار الرياض عن الذي يلاقيه من جلاده وهو يبسم. حنانيك يا فيحاء حبك مورق، وفي كل قلب من رياضك برعم. عهدتك يا فيحاء نارا على العدا، ونورا يضيء الدرب والليل مظلم. عهدتك يا فيحاء حصنا منيعة جوانبه ما باله يتهدم. عهدتك يا فيحاء جندا لراية يباهي بها في الساح زند ومعصم. عهدتك يا فيحاء عذراء خدرها يعز على الباغين أن يلثم الفم. لدى كل روض من رياضك ظبية، وفي كل ركن من عرينك ضيغم. فما بالهم لاذوا بصمت وأسلموا، زمامك للعلجين لص ومجرم. يسارك يرضى الذل والعار والخنا، وفيك يمين شارد اللب أبكم. أحقا ديار العز والمجد والتقى تذل لمن في السلم والحرب يهزم. يطعطئ ذلا لليهود وحسبه، عن الموت في ساح الشهادة يحجم. فإن لقي الأعداء باء بذلة، ومأواه في يوم الحساب جهنم. دمشق الأبات الصيد رفقا بشاعر، يذوب حنينا كيف لا يتألم. يحن لنور الفجر طاب أذانه، ويعشق أطيار الصباح ترنم. دمشق الأبات الصيد، عهدي بصيدها رجالا، أبات الضيم والعهد مبرم. كمات حماة بايعوا المجد فهراعي، لكل كمي صادق العهد منهم. وقومي لشهباء المعالي، فإنها تمد يدا لله تقسو وترحم. تهدهد إخوانا وترعى أحبة، وتضرب طاغوتا شقيا وترجم. وهزي ببيداء الشآم أسنة، لعل البوادي يا دمشق تدمدم. تموج بجند الحق في الزحف ظافرا، يقود جنود الحق للحق مسلم. غدا تلتقي الآساد في جحفل الهدى، فيحزن باغ في الشآم ويندم. تفرقنا الأهواء بعثا وعفلقا، ويجمعنا القرآن والحق والدم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في ليبيا، وانصر عبادك المستضعفين في العراق، وانصر إخواننا المستضعفين في درعا وسوريا. اللهم كن لهم عونا وسندا، اللهم فرج همهم
ونفس كربهم واشف مريضهم وعاف مبتلاهم وفك أسيرهم وانصرهم على الظلم والظالمين يا رب العباد. اللهم أزل ليل الظالمين عن سماء المسلمين، اللهم أزل ليل المجرمين عن بلاد المسلمين، وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته يا قوي يا متين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأذكر الأخوة الكرام إلى ضرورة التبرع بعد الصلاة لإتمام بناء هذا المركز المبارك إن شاء الله تعالى.